أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبسطها لك. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك جدا، حكاية سببت قلق للرياضة في مصر كلها، حكاية نادي بيمثل محافظة كاملة، الإسماعيلي. هحاول مع ضيفي نبسط لك آخر التطورات اللي حصلت في النادي ونعرف رأيه فيها. أهلا بيكم من جديد. عايز الأول أرحب بضيفي الأستاذ هشام زكريا، ضيفي المحترم صاحب المتفجرات المعتادة دايما في تصريحاته. أهلا بيك يا أستاذ هشام. أهلا وسهلا أهلا بك. بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ هشام، عايزين نخش في الموضوع على طول. الإسماعيلي بقى له فترة كبيرة جدًا، خاصةً بدايةً من 2017 وهو بيعاني من أزمات كتيرة جدًا. بس هنركّز في الفترة الأخيرة على الفترة بتاعة المهندس نصر أبو الحسن. إيه هي علاقتك بالمهندس نصر أبو الحسن؟ أنت كده مش بتبسطها، أنت كده بتصعبها. خلينا حاول تبسطها لنا كده العلاقة. هنحاول على قد ما نقدر يعني. هو طبعا علاقة صداقة المهندس نصر أبو الحسن، إحنا يعني كان ليا شرف التعامل معاه في 2004. كان في جريدة بتطلع في الإسماعيلية على مستوى الجمهورية اسمها جريدة النهار المصري، وكنا بنعمل لها كده ملحق خاص بالإسماعيلية. كنت أنا مدير تحرير الملحق، وكانت الجورنال بشكل عام كان ملك الدكتور صلاح عبد الغني رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وباعتبار إن المهندس نصر أبو الحسن كان أحد يعني فريق العمل أو الأكثر قربا للدكتور في الوقت ده، فكان هو المتولي رئيس مجلس الإدارة. إمم. فأصبح في علاقة من يومها، وبدأنا نتعاون، والراجل كان عنده فكر في الإدارة، أعتقد إنه فكر جيد، بيسمع كويس وبيتابع، وراجل عنده بُعد سياسي، ويعني الحقيقة يعني تقدر تقول حد من أبناء الإسماعيلية اللي عندهم فكر كويس. يعني إمم. لمّا تتعامل معاه على المستوى الشخصي و و و وتقرّب منه، تلاقي لأ، حد عنده فكر جيد، وهو مهتم كمان بالملف ده جدًا، خاصةً فيما ملف الرياضة. وكان إمم. عنده تجربة قبل كده في مجلس إدارة سابق، آه. لغاية لمّا حصل بقى مجلس الإدارة الأخير، والأزمة بقى اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي، المجلس الأخير الأزمة الأزمة الأخيرة موجودة. يمكن عشان كده من الأسباب اللي بتخلّينا دايمًا نتعامل مع ملف النادي الإسماعيلي بشوية هدوء، لإن الراجل فيه علاقات طيبة، ودايمًا أنا شايف إن كل الناس في الإسماعيلية هي أسرة واحدة وعيلة واحدة. إحنا للأسف في السنين الأخيرة تحوّلنا إلى حروب ما أنتش فاهم إيه أسبابها، إمم. ده مع ده وده ضد ده. أي نعم، الحاجات دي كانت موجودة من زمن طويل، يمكن من التمانينات موجودة، بس ما خدتش الشكل اللي موجودة فيه في الفترة الأخيرة. لكن برضه خلّينا نقول إن جماهير الكورة دايمًا عندها target مختلف. إمم. جماهير الكورة عندها الكورة جوان، زي ما صحيح. كان الكابتن لطيف الله يرحمه بيقول. آه. أي حاجة غير الكورة جوان ما هو ما بيعترفش بيها. اهم. يعني أنت شوف مثلًا بعد ماتش الجيش لمّا الإسماعيلي كسب طلائع الجيش وكسب 1-0، الإسماعيلية كانت نايمة مبسوطة، وما حدش لا فاكر مجلس إدارة ولا نسي الموضوع كله. خالص، انتهى الموضوع كله. أيوه. مجرد ما تحصل هزيمة أو يحصل أي مشكلة بعدها، تبتدي الأمور إمم. تنفجر من إمم. جديد. فالوضع دايمًا هو في أقدام اللاعبين. اهم. يعني فكر الكورة دايمًا في مصر أو في العالم كله هي أقدام اللاعبين، هي اللي بتنيّم الناس مبسوطة أو تنيّمهم زعلانين. صحيح. ده العلاقة اللي بيني وبين طب نصر. عايز أقول لحضرتك أنتم توقعاتك كانت إيه في الفترة التانية، خاصةً إن الفترة الأولى للباشمهندس نصر أبو الحسن يعني كان برضه عليها لغط كتير وكان فيها مشاكل كتير، وهو في الفترة اللي كان قبل الانتخابات كان دايمًا بيتسأل السؤال ده، وهو كان بيبرر يعني المشاكل اللي حصلت في فترته الأولى. توقعاتك كانت إيه في الفترة التانية؟ هل هو كان هيقدر إن هو يعني كنت شايف إنه كان يقدر مثلًا ما يكررش نفس الأخطاء دي تاني؟ بُص خلّينا يعني معلش قبل آه. يعني كأنك ما تعرفش اللي حصل دلوقتي. لا، لأ طبعًا، آه. طبعًا. خلّينا نقول إن إحنا دايمًا الوعود الانتخابية عاملة زي فترة الخطوبة. إمم. أنت بتقول فيها أحلى ما عندك. صحيح. يعني مش ممكن هتيجي في الوعود الانتخابية هتقول للناس إن أنا مش مش هتقول لها مثلًا باشخّر وأنا نايم. مثلًا يعني مش هتجيب المصايب اللي عندك يعني. فدايمًا الوعود الانتخابية دي بيبقى دايمًا الواحد ما بيبصش عليها. صحيح. لكن أنا دايمًا باسأل سؤال، أنت داخل مكان وعارف إن مقومات المكان ده 1، 2، 3، 4، إمم. إما إنك أنت قادر إنك أنت تشتغل عليها، يا إما إنك ما تدخلش. إمم. ليه؟ لإن مشكلة الكورة في الإسماعيلية تحديدًا إن هي الرأي العام اللي بينيّم ويصحّي إسماعيلية. صحيح. غير كمان إن إحنا ما عندناش خطوط
حمراء بنقف عندها. إمم. انت بتتشتم بالاب وبالام وكل حاجه ممكن تتخيلها صحيح. ممكن تبقى محطوطه لو فيها. جبت جون هيشيلوك، لو ما ضيعت كرة قدام الجون انا هتتشيل. لا انسى مثلا الدكتور اسماعيل عثمان لما الاسماعيلي اتغلب من اهلي، وكان الاسماعيلي في وقتها في عزه يعني، وحصل شتايم في المدرجات. الراجل طلع من التلفزيون من الاستاد على القناه الرابعه وقدم الاستقاله مجلس الاداره ومشي. صحيح. رغم ان الناس كلها كانت رافضه والدنيا والمحافظ، لكن قال لك لا خلاص احنا اتشتمنا وخلاص. فعايز اقول لك انت بتخش في اي ملف لازم تبقى انت مستوعب المشاكل اللي فيه. انا كنت متصور يعني زي ما الناس كلها متصوره وفكرتهم عن المهندس نصر، هو عنده قدره على الاداره، هو بيدير كويس، بيعرف يتعامل مع الاداره كويس. ودي حاجه كان مفتقدها الاسماعيلي شويه في الفترات بتاعه المجلس اللي قبله اللي حصل فيها الدربكه كلها. خلينا نعترف ان جزء كبير من مشاكل الاسماعيلي بدات مع يحيى الكومي، لان كان يحيى الكومي مصدر ودنه ومصدر دماغه للناس. الافوار يا كومي يروح يتعاقد معاه، الهند يا كومي يروح يتعاقد معاه. وللاسف ما كانش في حواليه فريق عمل مستوعب الارقام اللي كانوا بيتعاملوا بيها. الشكل القانوني، خد بالك اخطر ما في كرة القدم هي الشكل القانوني. احنا كنا لغاية هذه اللحظة احنا ما عندناش شكل قانوني في النادي، ما عندناش فكرة ازاي ان احنا نتعاقد مع اللعيب وعارفين ايه المشاكل اللي هتحصل وبعد سنه وايه اللي يحصل في العقد بتاع. الحاجات دي كلها احنا ما بنفكرش فيها. احنا بنجيب اللعيب ومتداخل فيها ناس كتير، مش عايز اقول كلام بقى من تحت الترابيزه ومن فوق الترابيزه، فالامور كلها بتعك في الاخر. ففي الفتره الاولانيه هو داخل وعارف ان عندك 15 16 قضيه كلها فلوس. تمام. كل قضايا الاسماعيلي اللي مسكها المجلس ده كانت قضايا فلوس، قضايا مشاكل فلوس. طيب هو ايه الحلول اللي قصاده؟ الحلول اللي قصاده ان هو كان داخل ببرنامج انتخابي هو والفريق اللي معاه، وبنقول ان احنا عندنا شركات راعيه، عندنا شركات هتعمل دعايه، شركات هتشتري ملابس، شركات هتعمل كذا. الاجمالي بتاع الكلام ده يغطي الموضوع ده. الكلام على الورق شيء والكلام داخل الملعب شيء تاني. لا، داخل الملعب موضوع تاني. يعني انت لما بتيجي كمدير فني تقعد مع اللعيبه على البورد وتقول لهم ويعملوا 1 2 3 4، احيانا بتبقى انت تحس ان المدرب عمال يشد في شعره بره لان هم بيلعبوا في حته تانية. فالبرنامج اللي انت حاطه ده لازم يكون ليه اساس في التعامل معاه. هم دخلوا بيقول لك ان احنا عندنا 15 مشكله، حلينا منهم 10، حلينا منهم 11. طيب وبقيه المشاكل احنا في طريق لحلها. ده الفتره بتاعه المجلس اللي هم ماشيين فيها بالتدريج. طيب ايه بقى في المشاكل اللي حلتوها ازاي؟ طبعا ما انت ما فيش عندك دخل، فهتضطر انك انت تبيع لعيبه. ده منهج موجود طبعا، مش هنقول ان ده منهج غلط، كل الانديه بتعمل كده، كل الانديه في مصر او في العالم بتعمل كده. بس معلش انا عايز، ما انا لسه هقول لك. بس مش في نادي هو قوامه 11 لعيب بالظبط كده. يعني انت عندك 11 لعيب فيهم 4 5 بيلعبوا والباقي على قد ما اروح انا ابيعهم. طيب انت عشان تبيعهم ايه البديل؟ انت ما جبتش بديل بنفس المستوى او اقل بمستوى شويه، او كنت مجهز البديل. فانت هنا بتحل مشكله على حساب الموسم اللي جاي كله. فطبعا لازم يحصل الدروبات اللي حصلت. ده كانت من المشاكل المهمه جدا اللي كانت في اول مجلس نصر ابو الحسن. لكن عايز اقول لك على حاجه، يعني خليني اقول لك ان الحاجه دي مهمه جدا، ومش عارف ليه احنا برضو في مصر ما بنبصش عليها. فيش مجلس اداره بيجي اشتوت كده متفرق، واحد من هنا وواحد من هنا وواحد هنا وبينجح. بص كده على النادي الاهلي، بص على نادي الزمالك، بص على الاسماعيلي ايام زمان. مجلس الاداره لازم يجي كده مع بعض، كتله مع بعضها بتيجي، فريق كده مع بعضه بيجي عشان يشتغلوا مع بعض. مجلس نصر ابو الحسن واحد من الشرق وواحد من الغرب، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، وهو ده اللي عمل المشاكل. ليه؟ لان كل واحد جاي عنده هدف ما، كل واحد جاي باصص على الجماهير، كل واحد جاي مش قادر يستوعب الفكرة العمل الجماعي، فإن احنا لازم يبقى تصريحنا جماعي، شغلنا جماعي. فحصلت المشاكل واللغط اللي حصل من البداية واللي انت ممكن أكيد هتتكلم فيه. لكن خلينا أقول لك نجاح أي مجلس إدارة على مستوى 20 سنة اللي فاتوا أو أكتر من كده، لازم مجلس يجي كده كتلة على بعضها. مفيش حاجة اسمها مجلس يجي من هنا ومن هنا ومن هنا. ممكن يجي 2 من زيادة عن 8، ممكن يجي 3 زيادة عن 7، لكن الأغلبية دايما بتبقى هي اللي موجودة. عشان كده دايما الأغلبية بتنجح. يعني انت ممكن تشوف المشاكل دي كلها. يعني عندك آخر ماتش للأهلي اللي اتغلب فيه من البيراميدز، المشاكل اللي حصلت من مجلس الإدارة، في حد طلع عمل تصريح لوحده؟ لا. في حد راح على قناة الجري على هناك؟ ده مش معتاد عنه. ليه؟ لأن المجلس كتلة واحدة. ممكن يبقى في 1 أو 2 داخل المجلس عندهم اعتراض، لكن ملتزمين في الآخر بالشكل العام بتاع المجلس. هي دي مشكلة الإسماعيلي.
إلا لما جم عملوا المجلس الأخير والمجلس حتى اللي قبليه بتاع الكومي، إن هو واحد من هنا على واحد من هنا على واحد من هنا على واحد من هنا، كل واحد جيب بدراعه كان زي ما انشقاق بيقولوا، والمجلس أصلا كان منقسم وأحزاب يعني بيكون. كل واحد جاي من حته لوحده، وكل واحد عنده يعني فكر لوحده، وكل واحد يعني بيقول لك انا الجماهير اللي نجحتني وانا بتاع الجماهير. بالظبط. فهو ده اللي فاكر إنه معاه فهو ده الشرعية اللي يعني عملت في الآخر. المشكله، انا معايا الشعبيه. بس أنا عندي سؤال معلش يا أستاذ جمال، اتفضل. وحضرتك برضو يعني من إجاباتك بدأت إن أنا أكون إجابة، بس برضو عايز أسمعها منك. أنا متابع حضرتك كويس ومتابع صفحتك كويس، أنا لم أتذكر إن كان حضرتك ليك موقف واضح من مجلس الإدارة، لا هو بالإيجاب، ولا هو مثلًا اللي هو لأ يا جماعة لازم نصبر عليهم، لازم نستنى، ولا موقف بالسلب اللي هو لابد أن يرحل مجلس الإدارة أو إن مجلس الإدارة لازم يمشي. يعني المنطقة الرمادية اللي حضرتك فيها، موقفك من مجلس الإدارة هو مش واضح. يعني أنا التمست من كلامك وسألتك في الأول عن علاقتك بنصر أبو الحسن، عشان يعني أحاول أفهم إيه السبب المنطقة الرمادية اللي رأيك فيها. يعني أنا يعني متابع حضرتك كويس، ودخلت دوّرت برضه أراجع تاني على المنشورات بتاعة حضرتك، ما لاحظتش إن في منشور واضح وصريح غير موقف أحمد فهيم، وده هنتكلم عنه يعني كمان شوية. بس ليه المنطقة الرمادية ده يا أستاذ هشام في تصريحاتك هي في خليني المجلس؟ ما اقولش عليها منطقه رماديه، لكن خليني اقولها في اسماعيليه انا محسوب، انا مستشار اعلامي لمجموعه شركات عثمان احمد عثمان، إمم. يعني انا مستشار اعلامي مع العثمانيين. إمم. طيب لو انا قلت النهارده رايي يا جماعه المجلس ده لازم يمشي، هيقول لك بكره ده يا عم ده بيمهد عشان العثمانيين راجعين. إمم. طب لو انا قلت المجلس ده كويس، هيقول لك يا عم ده اسكت بقى، ده هم اللي جايبين المجلس ده. آه. فهتتحسب كده. إمم. فانت في الوقت ده لازم تاخد موقف، تعمل ايه؟ لازم ترجع بخطوه لورا وتسيب الدنيا تشتغل بقى، انتوا اشتغلوا اهو، عشان لا الناس ما تتخشش. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، هو فتره من الفترات في اول ما جه مجلس نصر ابو الحسن، إمم. حصل اتصال بتاع احد من افراد مجلس الاداره، ولو سمحت ابعت لنا السي في واحنا عايزينك معانا في مجلس المركز الاعلامي وتمسك المركز الاعلامي. انا كنت ماسك المركز الاعلامي ايام ابو السعود، آه. قعدت في المركز عارف. الاعلامي ايام ابو السعود، تمام. انا ما مسكتش المركز الاعلامي في ايام العثمانيين إمم. خالص. إمم. يعني شوف الاتجاه ايه عشان بس الامور تبقى محسوبه. أيوه طبعًا. انا لما مسكت في ايام ابو السعود. أيوه طيب بالضبط. لما جم كلموني في كلام، قلت لهم لا انا مش هينفع. ليه؟ لان يقول لك بس اول حاجه هيقولها لك ايه من الجماهير والصفحات وبتاع، ما هو الراجل بتاع بتاع العثمانيين جوه. العثمانيين يبقى اذا العثمانيين هيدعموا جوه، اذا العثمانيين وهم الناس لحقيقه، بس عشان الناس تفهم، إمم. عشان بس الناس تفهم. المجلس طلع، هم سلموا مجلس الاداره، هتقعد بقى تتفق وتختلف ويقعدوا يقولوا في كلام وحكايات. مجلس الإدارة سلم الورق بتاعه وسلم الفلوس اللي عنده وسلم كل اللي عليه، والناس خدوا بعضهم واحترموا وراء الجماهير ومشوا. إمم. من بعدها هم لم يتدخلوا في اي انتخابات. تيجي يقول لك ايه، اصل ما العثمانيين، انت دخلتني في نقطه ما كانش في الموضوع، بس انا بقى خلاص انت طالما الأتوبيسات دخلتني ومش الأتوبيسات. طب الاتوبيسات ازاي هو نجح ب 600؟ يعني نصر ابو الحسن نجح نجح ب 731 صوت. يعني 600 صوت، يعني العثمانيين لو دخلوا يعني الأتوبيسات بتنزل بال1000 وشوية. هنجحوا ب 600 صوت يعني. لأ طبعًا. يعني كلام، اصل انا شايف مش عارف مين كان بيكلم مين ومين يعني بيعمل هو أحد يعني المرشحين يعني بص، كان بيروج كان للموضوع ده. ايا كان بقى، يعني ايا كان الامور كانت واضحه، الناس بعدوا تماما عن الملف الرياضي، واحتراما عشان بس برضو الكلام يبقى واضح، احتراما لجماهير النادي الاسماعيلي. إمم. انتوا قلتوا مش عايزين الناس دي تبقى موجوده في النادي، اوكي خلاص احنا بعيد عن النادي اهو، انتوا موجودين في النادي. إمم. لكن الناس كانت دايما تقول لك ايه، احنا مع شرعيه الامور اللي موجوده، ايا كان الشرعيه دي ان المجلس ده يكون موجود، احنا مع المجلس. طب الجماهير مش عايزه المجلس ده، احنا بنقف مع الجماهير فيما يخص هذا الامر. عشان كده لما حصلت المجلس الاداره، حصلت الاحداث الاخيره، احنا كنا موجودين كعثمانيين. انا لسه هاجي لحضرتك في النقطه دي في التفصيل. فده بس تفصيلا للحته الرماديه، لان هتتحسب على كلام ده من غير اي حاجه، يعني من غير ما نعمل اي حاجه. يعني انا لما جيت اتكلمت على موضوع احمد فهيم اللي انت عايز تتكلم فيه، اول حاجه دخل احمد فهيم قال لك اصل ده بيقبض من العثمانيين ومش عارف ايه. يعني انا لما قلت رايي لان انا بقول رايي في كل حاجه في صفحتي، وصفحتي موجوده بما فيها البودكاست اللي انا بعمله فيها كل حاجه. بقول رايي في السياسه، بقول رايي في الرياضه، بقول رايي في كل حاجه، بحط رايي فيها، حتى فيما يخص قرارات الدوله وفيما يخص الاقتصاد. يعني في كل الامور واضحه. لكن انا جيت عند الحته دي وقلت رايي فيها كنادي عشان افك الاشتباك. تمام. الحته اللي انت بقى عايز. تمام. دي الحته بقى في يعني حضرتك، انا في منشور انا فاكر جبت جزئيه منه، في حالة بقاء، ده كلام حضرتك، في حالة بقاء أحمد فهيم لن تتوقف المشاكل، ولو مجلس الإدارة حصل فيه انشقاق ستكون المصيبة على النادي المعرض للهبوط. صوت العقل بيقول استقالة أحمد فهيم. أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة، يعني أسأل من الحتة دي سؤال. موقفك من أحمد فهيم لما كان مجلس الإدارة عاوز يشيله خالص، وعمل الجمعية العمومية عليه عشان يشيله وفشلت،
كان موقفك عليه إن هو لازم يستقيل عشان خاطر المركب، واستقيل من النادي عشان خاطر أنت مش عاجبك الوضع ده عمل عام، استقيل وريّح بس نفسك، بالضبط. شيل نفسك من اللغط. أحمد فهيم دلوقتي موقفه اتغيّر تمامًا، أصبح من إن هو يشرّد مجلس الإدارة في كل القنوات، دلوقتي بيدافع عن مجلس الإدارة، بيبرر لمجلس الإدارة، بيدافع عن نصر أبو الحسن ويقول ده إحنا حلّينا مشاكل في الفترة الأخيرة لمّا الجمعية العمومية الأخيرة فشلت، كان يعني بيقول إن ربنا نصرهم وإن ربنا وقف معاهم. التغيُّر اللي حصل مع أحمد فهيم، وفي برضه نقطة تانية أنا هاجي لك عليها بخصوص موضوع بيع اللاعبين اللي حضرتك اتكلمت عنه من شوية، يعني كان اتكلم فيها أحمد فهيم، بس التغيُّر اللي حصل لأحمد فهيم طبعًا مع حفظ الألقاب يعني الأستاذ أحمد فهيم، إيه سببه؟ يعني هل هناك مثلًا تغيير في السياسة؟ إحنا ما شفناش تغيير في السياسة. أنا مش هاقول إن هو والله ده المصالح بقت صالح، لأ، هنبعد عن الحتّة دي، بس ممكن يكون في إحنا دايمًا أسباب ما تانية. بنحاولش نخش في النواحي السيئة بتاعة الأمور، خلّينا دايمًا يعني خلّينا ناخد نتكلم في الحتّة النقاط الكويسة. الإيجابية. ما فيش تغيير حصل في لأ، سياسة خلّيني مجلس بس أقول الإدارة. لك الأول، أنا علاقتي بأحمد فهيم يمكن كانت في فترة من الفترات علاقات شائكة جدًا، ودي كانت بعيدة عن النادي، ووصلت حتى إن إحنا ممكن دخلنا في قضايا وبتاع، يعني أيًا كان. لكن فيما بعد قعدنا والراجل فهم وعرف، والعلاقات بقت إلى حد كبير علاقة عادية. لمّا جه حتى دخل النادي بتدخُّل من الإسماعيلي، نقيب المحامين. لأ، ده أيام القضية. لمّا جينا دخلنا بعد كده، دخل هو الانتخابات، وكان بيكلمني إنه يخش الانتخابات، تمام أوكي، ما فيش مشكلة، والراجل نجح ونجح بأصوات، كل الكلام ده زي الفل. أنا دلوقتي قاعد في مجلس، أنا بقى كراجل مراقب أو قاعد واحد من الجمهور، شايف إن المجلس اللي قاعد ده كله في حد عامل مشاكل وهم كلهم عاملين مشاكل معاه. أنا كهشام بقى، لمّا تيجي تقول لي هاقول لك شكرًا، سلام عليكم، حلّوا مشاكلكم مع نفسكم، أنا باعمل عمل أتعب نفسي ليه؟ هو أنا باخد منه إيه؟ يعني هاوجع دماغي ليه؟ طالما إن في نقطة عاملة مشكلة في الموضوع، مش قادرة تستوعب الموضوع، فخلاص اخرج. ده اللي خلّاني كتبت، أنت مش هتتوائم معاهم وهم مش متوائمين معاك، يا عم قدّم استقالتك وامشي، خلّي المجلس بقى يكمّل، طالما إن هم شايفين إن الدنيا واقفة على كده. ده وصلت في بعض الجلسات في مجلس الإدارة لحاجات، يعني حاجات ما ينفعش إن إحنا نحكي كان فيها. يقال يعني حاجات كتيرة، وفي ما ينفعش إن إحنا، فعشان أنا لمّا أقول الكلام ده كده، أنا باقوله كحد من الجماهير، لأن أنا في الآخر أنا حد من جماهير النادي، حد لعب وهو صغير في النادي، حد كان ماسك مجلس المركز الإعلامي للنادي. عندي حاجات كتيرة جدًا ممكن أنا ما بارضاش أتكلم، لأن دايمًا أنا باقول ادّي العيش لخبازه. لمّا ييجي مثلًا اللي هو علي غيطي يتكلم في الكورة، ده بتاعته، لمّا ييجي فلان يتكلم في الكورة، ده بتاعته. لكن أنا أمّا باتكلم كرأي من الجماهير، المجلس الإدارة مش متوافق، في حد أو 2 مش ضابطين، امشوا. إيه المشكلة يعني؟ إيه الدنيا؟ إيه القضية يعني؟ ما تمشوا بدل ما تقعدوا تفكُّك. يعني معلش لمّا حد، ما أنا برضه دي النقطة، خلاص هو حد لمّا يمشي هيحصل تفكُّك. حد لمّا يمشي يحصل تفكُّك. طب هو الأفضل إنه يمشي والّا الأفضل إن إحنا نلِف على الفضائيات؟ ما أنا باتكلم في النقطة دي بقى، هو الراجل طلع اتكلم في نقاط خطيرة، يعني مثلًا حضرتك اتكلمت من شوية عن النقطة بتاعة إن أنا عندي أزمات مالية. أولًا مجلس الإدارة ما حلّش القضايا اللي هو بيتكلم فيها، يعني الباشمهندس نصر أبو الحسن في كل المناسبات لمّا بيتكلم عن مسألة مثلًا والله القضايا والناس اللي بتقول لنا ده إحنا حلّينا 12 قضية والّا 11 قضية من أصل 15 خدناهم من المجلس القديم. طيب حلّيت القواضي دي إزاي؟ حلّيناها من بيع اللاعبين. أنت ما دخّلتش موارد مالية للنادي، أنت كان عندك كام لاعب بِعتهم، جِبت فلوس، دفعت اللي عليك وشكر الله سعيكم. الكام قضية اللي الفاضلين هيعمل قرض اللي هو عايز يتكلم فيه ال50 مليون عشان خاطر يسدد. إذًا أوكي، هو يعني حلوله كلّها أنا بابيع الموارد بتاعتي، ما ادخّلش موارد جديدة. إذًا أنا من وجهة نظري إن ده مش نجاح، أنا فكّيت الموارد والحاجات اللي أنا كنت مُستند عليها وبِعتها. الأستاذ أحمد يمين كان في حلقة مع الأستاذ هاني حتحوت واتكلّم في نقطة مهمة جدًا، يعني ودي من الحاجات اللي أنا مستغربها، هو ما اتكلّمش في إن أنا والله يا جماعة ده ما بياخدوش برأيي أو إن في مشاكل حاجات مش عاجباني، هو بيتكلّم في قضايا خطيرة. مثلًا نقول مثلًا مسألة يوقا النور، الأستاذ أحمد فهيم قال إنه يوقا النور بدل ما كان يتباع كان جاي له إعارة ب$300,000، مجلس الإدارة رفض، وبالتحديد أمين الصندوق، وهدد بالاستقالة أمين الصندوق إن لو يوقا النور ما اتباعش للبنك الأهلي ب25 مليون أنا هاستقيل. على الرغم إن الأستاذ أحمد فهيم قال إنه أغلبية مجلس الإدارة كانت موافقة على الإعارة مش البيع، لمّا تعيره ب$300,000 هيفرق معاك شوية وفي نفس الوقت اللعيب بتاعك. كل ده هو قاله، كل ده هو ذاعه في كل حتة، والنادي ما أنكرش، النادي يعني ما كانش ليه موقف صريح، ما طلّعش وثيقة تقول لا والله أحمد فهيم بيكذب. ثم لقينا في تغيُّر، خلاص إحنا عرفنا موقفك إنه أنت قُلت عليه كده لإن خلاص وضع مش عاجبك، اتفضل امشي. دلوقتي بقى في توائم، التوائم ده سببه إيه؟ ما ممكن يبقى حاجات كتير إحنا نعرفها وإحنا ما نعرفهاش، يعني إيه اللي مثلًا خلّيني بس أقول تتوقعه؟ لك، خلّيني أقول لك بعيدًا عن التوقع، خلّيني أقول لك. أنا عايز أقول اللي أنت مش عايز عايز أسمع اللي أنت مش عايز هاقول لك، تقوله. هاقول لك، أنت عارف أنا ما بتفرقش عني. بس عايز أقول لك على حاجة مهمة جدًا.
هو النهارده الصوره الذهنيه بتاعت النادي الاسماعيلي لما انت تطلع وده يطلع وده يطلع عامله ازاي؟ النهارده الصوره الذهنيه بتاعت النادي الاسماعيلي لما يطلع رئيس مجلس الاداره ايا كان الراجل كان نيته ايه وبيحكي في ايه ويقول لك ان احنا بنلم ازايز وبنبيع مش عارف ايه وبنعمل ايه، الكلام ده بيأثر عليك ازاي بره؟ لو في لعيب انت بتتعاقد معاه من اي حته في الدنيا هيعمل ايه؟ بيجيب الفيديوهات بتاعت مجلس الاداره زي ما انت بتكون عايز تجيب لعيب، اول حاجه بتجيب الفيديوهات بتاعته عشان تشوفه كويس، عشان تشوف الوضع بتاع لما تشوف الوضع ده انتوا كده خلقتوا صوره ذهنيه للنادي بالاختلافات اللي حصلت، وحد يطلع من مجلس الاداره ويعيط على الهوا، وحد يطلع يقول لك لا اصل احنا في مشاكل، وحد يطلع يقدم استقالته وتاني يوم يسحبها. ده مش مجلس اداره، ده مش وضع مجلس اداره عايز يلم النادي. ايا كانت المشاكل اللي جوه ايا كان شكلها حلوها انتوا مع بعض، احنا مش مطالبين ان انتوا تصدروا لنا المشاكل دي. نرجع لاحمد، طب هو بقى كويس ازاي او عمل كويس ازاي او الدنيا التوائم اللي حصلوا مع مجلس الاداره وتحاول انه بيدافع عنهم؟ طبعا يعني طبعا. ايه السبب؟ سببه ان هو خلاص يعني ان احنا هنرجعك تاني وتبقى في وسطنا وتبقى الدنيا جميله والدنيا تمشي كويس، يعني بدل ما تبقى بره الموضوع خالص وبره. لا يعني اكيد فيها حاجات هو اكيد حسبها، لا مصلحته انه يبقى موجود بدل من مصلحته انه يبقى بره. انت عارف مشكله مجلس الاداره ان الشباب برضو عنده مشكله. احنا عندنا اكبر كميه صفحات على مستوى العالم في الاسماعيليه عن النادي الاسماعيلي. صحيح. كل 2 صحاب بيقوموا الصبح يعملوا صفحه ويشتغلوا عليه. انا فاكر مره كده من 10 سنين كنت قاعد في القهوه ودخل واحد كده يعني انا لا اقلل من شأنه، يعني لابس شبشب كده بسيط والراجل بسيط وطالب شاي ب3 جنيه وبتاع، وبعدين قاعد كده سند ظهره على الكرسي البلاستيك يعني مش عايز اقول ايام مين المجلس يعني. فقال ايه يا عم اشتروا اللعيب يا عم، ده 20 مليون ما معاهم فلوس. يعني هو طالب شاي ب3 جنيه ممكن مش عارف يدفعه. طب سيادتك ال 20 مليون جنيه دول ده ممكن يبقى ميزانيه الشركات كلها اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني ايه ان انا ابقى قاعد وفي تصوري ان انا اجيب لعيب ب 20 مليون جنيه لان انا معايا فلوس؟ هو اللعيب ده على مزاجك ده عشان انت تجيبه ب 20 مليون؟ انا ما بقولش ان النادي يجيب لعيب ب 20 مليون ولا يجيب ب 70 مليون ولا يجيب ب 50 مليون. الاسماعيلي ايام شحته جاب الدوري وجاب الكلام ده بلعيبه هو الاسماعيلي بالظبط عمره ما كان بيشتري لعيبه، ما بيعتمدش على الكلام ده. لكن خليني اقول لك المشكله اللي حاصله في مجلس الاداره هي المشكله اللي انا قلتها لك في الاول. عمر ما في مجلس اداره هيخش كتله مع بعض هتسمع الكلام ده. ممكن واحد يشذ، ممكن واحد يبقى بره، لكن هنا كل واحد داخل وعينه على الصفحات. انا عايز ابقى بطل قومي في الصفحات دي الصبح. ده هشام قام الصبح قال كذا 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 واشتغل عليه. الحاجه الثانيه والاهم، لا يوجد في النادي الاسماعيلي من بدايه وجود نصر ابو الحسن حتى هذه الساعه اداره للاعلام. انت جايب شركه عشان تعمل لك ماركتنج للاعلام وتبيع لك الاصوات وتشتغل لك على الاصوات من القاهره، حتى مش من اسماعيليه ولا فاهمه طبيعه شعب الاسماعيليه. الكلام ده ما ينفعش مع نادي جماهيري. ده انديه شركات بقى. انت الكلام ده تعمله في نادي شركات. انت لازم يبقى عندك فريق عشان يقدر يوصل للناس الدنيا كلها ماشيه ازاي. الشكل السياسي في تعاملكم مع الناس ضعيف جدا. هل ممكن يعقل بعد ما الجمعيه العموميه اتعملت الاولانيه اللي هي ما نجحتش اطلع انا اعمل مؤتمر صحفي في الوقت ده عشان اقول ان انا امكانيات النادي كذا وهعمل كذا وبلم كنزات؟ مين اللي قال لك تطلع مؤتمر صحفي غير موافق؟ مين اللي قال لك تطلع؟ يعني انت ليه بتتكلم؟ ده في قضيه، في حاجه كده في الراي العام احنا بندرسها وكنا بندرسها واحنا صغيرين اسمها نو بروفايل. امتى ان انت تكون بره الكادر ما تتكلمش، تسكت خالص كده وما تتكلمش. ليه؟ لانك يا تطلع تقول حاجه يا تطلع ما تقولش حاجه. انا برضو عايز يعني كويس ان حضرتك دخلت ان ده كان السؤال اللي بعده. انا يعني اتفرجت على المؤتمر الصحفي، في بعض الحاجات على فكرة التي لم تذاع ما تذاعتش. طبعا. يعني طبعا. بس في حاجات اتذاعت كانت في منتهى الاستفزاز. طبعا. وده اللي حضرتك لسه قال عليه امتى اطلع بره الكادر. طبعا. يعني تصريح مثلا الاستاذ فرج عمران نائب رئيس النادي بانه كرسي ايه ابو كرسي واحنا نشرف اي مكان. يعني ده الكلام ده تقوله في الجمعيه الزراعيه. تصريح غير موفق. لا تقوله في جمعيه زراعيه مش قاعد مش في نادي الاسماعيلي، نادي ثالث نادي في مصر. انت هبطت لا حضرتك الكلام ده تقوله في نادي زراعي، في جمعيه زراعيه، في مركز شباب. يعني تقول لهم الكلام ده وتحط الكرسي بتاع حضرتك لكن في نادي زي الاسماعيلي لا طبعا لن يقبل الجمهور هذا الكلام. وانت كده بتصعد الاستفزاز. خد بالك في حاجات بتتعمل بتصعد الاستفزاز. بص الحاجتين الاساسيتين في ان خلوا الناس عندهم المشكله او خلينا نقول جمهور الكره في الاسماعيليه عنده المشكله، مجلس الاداره وشكله وتصريحاته، وبعض الناس اللي واقفه ضد مجلس الاداره بشكلها وتصريحاتها. شوف النقيض.
احنا عندنا النقيضين، احنا في اسماعيليه عندنا كل حاجه، عندنا كل حاجه. يعني في ناس كتيره ما نزلتش تقول لك انزل عشان فلان ولا فلانه ولا فلانه هم اللي عايزين يغيروا مجلس، لا انا مش نازل. ما بيدوروش على فكره ايه، ان انا عندي هدف في الاخر ان النادي يتغير. احنا غيرنا الكلام ده. غير ان كمان ايه، احنا بنميل قوي للحواديت. اسماعيليه بدات بتميل قوي للحواديت. يعني تلاقي واحد مثلا معهوش، يعني قاعد على القهوه وحد كبير وكتير يعني ومحترمين وناس كتير وكبيره وليها اسم وقاعد على القهوه وعمان يتفلسف في النادي وهو معهوش عضويه. صحيح. او يقول لك اصل انا عضوتي سقطت من 25. ده حضرتك من ايام الاعداديه يعني. انا مال انا سقطت؟ طب بتتكلم ليه؟ ولا واحد تاني يقول لك اصل احنا كنا بنعد الناس اللي داخله ونعدهم من الناحيه الثانيه وهم خارجين. هو انت ايه مشغل ملائكه معاك تعد الناس من بره والناس ايه ده؟ إيه؟ ما هو ده كلام يستفز الناس، تخلي الناس حتى اللي عايزه تنزل تقول لك ايه يا عم احنا ايه اللي بيحصل ده؟ فحتى اللي متصدرين المشهد عندهم بعض الاشياء اللي كان خلت الجماهير، بعض الجماهير مختلفه. لكن في قضيه في نادي في مشكله، في قضيه في نادي في مشكله، في حل لازم يتعمل، في حل لازم يتعمل. انا اخيرا كتبت بعد الماتش الاخير ده والماتش اللي قبله، قلت ايه في الماتش الاخير ده؟ على اخر الليل النهارده المجلس ده لازم يقدم استقالته بعد النتيجه المهينه بتاعه 3-0. انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ احد اعضاء مجلس الاداره كلمني الصبح بدون ذكر اسمي يعني، قال لي يا استاذ هشام انت قلت كذا وكذا. قلت له طبعا. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ قال لي احنا هنغير في يناير، يعني احنا مستنيين يناير. قلت له طب خليني اتكلم معاك بلغه العقل وخليني انا اركن على جنب خالص. قال لي اتفضل. قلت له تستحملني يعني كده شويه، كاننا بنشرب حجرين مع بعض يعني. قال لي ماشي اتفضل. قلت له دلوقتي انت في يناير هتجيب فلوس منين؟ اولا كل القرارات اللي انت خدتها الجمعيه العموميه وقفتها. ال 60 مليون اللي انت كنت عايزهم، الاراضي اللي انت كنت هتشتغل عليها عشان هتسددها بعد ما تمشي توقفت. دي رقم واحد. رقم 2 انت من النهارده لغايه يناير عندك كام ماتش؟ قال لي 7 ماتشات. قلت له انت عارف ال7 ماتشات دول لو اتغلبتهم انت هتنزل تاني من غير ما تلعب بقى في الدور الثاني. ملاش لازمه. قلت له ال7 ماتشات اللي جايين دول حتى لو كسبت منهم ماتشين وخسرت 5 مع الماتشين اللي انت خسرانهم خلاص انت انتهى امرك كده. قلت له انت بتفكرها ازاي؟ نفس الدور الثاني تبقى 10 خلاص. وبعدين ده انت لسه بتتكلم بتقول انا هعمل كذا، يعني انا في امل ومين اللاعب اللي هيجي لك في يناير بالمواصفات اللي يخليك بقيت فريق سوبر وتقدر تعمل في الدور الثاني نتائج مختلفه؟ مين؟ لعيبه مين؟ هتجيب لعيبه افارقه طبعا مجهوله، ترجع يعني تاني لنفس المشكله القديمه، لعيبه مجهوله جدا، امكانياتها هتبقى متواضعه لسه عشان تاخد بقى السنس بتاع الكوره وتبتدي يعني بلغه اهل الكوره وتبتدي تلعب وتفهم الموضوع. يكون كلت لك 3-4 ماتشات كمان، لا الوضع مأساوي. مع السلامه الوضع مأساوي. طب انت قاعد بتحارب في ايه؟ طب انا برضه عايز اقول لحضرتك على حاجه. الاسماعيلي هو معروف ان هو ما بيجيبش لعيبه سوبر طول حياته حتى لما كان بياخد بطولات. طيب كان بيعتمد دايما على الخامه، على القماشه اللي بيطلعها من الناشئين. قطاع الناشئين مضروب، يعني انا مع احترامي الشديد طبعا لكل الموجودين في قطاع الناشئين وكل طلع، بس الخامه ما بقتش زي الاول يا استاذ هشام. الاسماعيلي عمره ما جاب مدرب سوبر، عمره ما جاب صفقات سوبر، عمره ما كان عنده احسن حاجه في الدنيا، لكن هو كان عنده قماشه كانت لما بتطلع وبتشتغل كل الانديه السوبر بتشتريها. اصبح ان دلوقتي الاسماعيلي ما عندوش القدره الماليه، رقم 1. رقم 2 القماشه اللي طالعه بقت ضعيفه. حتى المدربين اللي بقى بيجيبهم الاسماعيلي يعني بخلاف المدرب الموجود حاليا، هو انا شايف انه كويس من وجهه نظري، بس هو جه في وقت غلط. هو جه في وقت غلط. مدرب كويس، لكن وطبعا الله يرحمه الكابتن ابو جلال، لكن اللي بينهم يعني ما فيش خالص. ما على قد يعني فلوسك. من نظري ما فيش خالص. ما على قد فلوسك. انت النهارده بتتكلم على قطاع الناشئين، انت النهارده عشان تجيب ناشئ وتلعبه وتقول له انا اتذكر يعني وانا كنت عيل صغير وانا في الثمانينات وانا بلعب كوره مثلا في الناشئين، كان في حاجه اسمها بتاكل بعد ما تخلص تدريب بتخش المطعم، في حاجه اسمها بيجي المدرب يسالك انت بتاخد دروس في ايه؟ ده الاسماعيلي على فكره. بتاخد دروس فيه؟ والله انا باخد دروس في كذا وكذا، فبيتدخلوا في الامر ويشوفوا المدرسين ويدفعوا لك ثمن الدروس. النهارده اللعيبه بتروح مفيش لبس، مفيش كور، مفيش ملاعب جاهزه، مفيش اكل. طب انت الوقت النوعيه دي اللي انت عايز تصنع منها ده ليها حاجات اهم من الكبار. لازم ياكل كويس ولازم يتعلم كويس، ولما اجي انا ابني هلاقيه في وضع لا بياكل ولا بيشرب ولا بياخد فلوس ورايح مشي وراجع مشي وازازه الميه ممكن مش لاقيها وبيملي ميه من الوضع ده هيخلي اي ناشئ يجي لك ليه؟ ده رقم 1. رقم 2 النهارده انت عشان تجيب مدرب كويس ومدرب اسم كويس للناشئين هتدفع له منين؟ المساله قضيه ماليه.
القضية مالية زي أي قضية. قضية الفقر هي سبب أزمة الاقتصاد، قضية السياسة هتلاقي أغلبها فقر واقتصاد. قضية النادي الإسماعيلي قضية مالية. هنقعد نقول إن إحنا لازم ندور على حد رجل أعمال عشان رجل أعمال يجي ليه؟ يعني يجي يدفع ملايين ليه؟ النهارده عشان تقول صباح الخير الصبح أنت محتاج راجل أعمال يدفع له 300-400 مليون ليه؟ هيجي يعمل ايه يعني؟ اصله هياخد اسم الاسماعيلي، ياخد بقى الصفحات بقى كفايه، وهيبقى كفايه. الكلام ده خلاص، الكلام ده ما عادش موجود. النهارده كل حاجه اصبحت بي تو بي، يعني انا باخد منك وبتاخد مني، انا هستفيد منك وتستفيد مني. هو هيستفيد منك ايه؟ انت محتاج تتفاعل مع قوانين الرياضه الجديده، تشوف شركه رياضيه كبيره تيجي تاخد النادي بكل مشتملاته بما فيه النادي الاجتماعي اللي احنا مش عارفين واقف لغايه دلوقتي، واحنا مش عارفين وضعه ايه، كل الامر ده، وتيجي تبتدي تشتغل. انت عايز تعمل مشروع لفريق، ما تتكلمش الا بعد 5 سنين. استاذ هشام، عايز اخش معاك بقى في مساله الجمعيه العموميه. بعد خلاص احمد فهيم وائم اموره مع مجلس الاداره، الاستاذ محمد جمال استقال، الاستاذ محسن عبد المسيح ايضا هو الاخر خرج من مجلس الاداره. بدأت الموضوع في سحب الثقة، استمارات سحب الثقة بتتعمل، اشترك فيها عديد من الأسماء في إسماعيلية. كان في بطء كبير قوي في إن هم يجمعوا 1500 استمارة. مجلس إدارة هبط بالنادي، واستمر بقرار يعني من الرابطة. المفروض إن الناس عندها شعور بالغضب، شعور بالزعل، عايزين نشيل مجلس الإدارة، عايزين مجلس الإدارة يرحل. لاحظت إن في بطء شديد، ومدوا بقى الفترة حوالي أسبوع كمان ولا حاجة على ما يجمعوا 1500 استمارة. ليه كان البطء ده؟ يعني هل الجمهور بطيء لهذه الدرجة، ولا هو الجمهور سلبي فقط بيعتمد على السوشيال ميديا في إن هو يقول رأيه لكن ساعة الجد ما بينزلش؟ هي بص هي حاجات كتير منها. أولا إن إحنا اعتدنا دايما كده، تعودنا في انتخابات، في مجالس ادارات، في اي حاجه احنا عايزين حد ياخدنا من ايدينا ويودينا ويعمل لنا. يعني انا لو ما اتعمليش العضويه يا عم اسماعيل، رغم ان العضويه 250 جنيه يعني ده كلام، يعني اقل من 250 جنيه كانت الامور بتبقى برضو فيها مشكله، حتى لو هتدفع 30 جنيه. فهنا بتحصل بقى ايه؟ يعني يحصل التراكمات اللي بتيجي تقول لك ايه، اصل عضو مجلس الاداره ده عامل عضويات للناس وبيجيبها. طب ما ده موجود في كل الانديه. طب ما انت ساكت ليه؟ ما تعمل عضويات وتيجي. يعني هو واحد شاطر واستغل الموقف وعمل عضويات، انا هلوم عليه ليه؟ هو استغل عضويات عشان هو عنده باكج كده شغال عليه، عايز يجي ما يجيش يجيب، هو حر. طب ما النادي الاهلي كده، والنادي الزمالك كده، وكل الانديه مصر اللي هي الشعبيه زي الاتحاد والمصري كلهم ماشيين كده. دي امور عاديه جدا. لكن احنا عندنا للاسف يعني بناخد وقت طويل قوي على السوشيال ميديا، على الفيسبوك. عشان كده تلاقي اسماعيليه دايما ايه، يعني احنا بنتراجع في الانتخابات، تلاقي الارقام عندنا ضعيفه جدا. يعني يوم ما نقول احنا عملنا سكور بنجيب 6%، يوم ما حد ينجح عندنا يجيب 600 صوت. يوم ده معناه مجلس الاداره يعني في الاسماعيليه يعني حتى على مستوى الانتخابات بشكل عام، يعني غير طبعا المراكز والضواحي والارياف، الامور عندهم منتشره عائلات شويه، فالدنيا بتنزل منتشره شويه، فالناس اعتادت ايه، كل واحد متعود على ايه، ياخد ايه. طب ما هو ده موجود، ده هينزل، ده هيجي. لكن لما الازمه تتفاقم ويحس ان الموضوع كبير، يعمل حاجه من الاثنين، يا يجري يلحق. وده الجيل اللي اخده الشباب بتاع اسماعيليه. خلينا برضو نعترف ان في نقطه ايجابيه في الموضوع، ان الشباب بدا ياخد باله ان لازم يكون موجود، لازم يكون يبقى ليه راي، ولازم ياثر في مجالس الاداره، ولازم، فبدا في قطاع كبير من الشباب يتحرك على الموضوع. الناس الكبار بطبيعتهم هم بينزلوا انتخابات وكل حاجه، وهم الناس البركه بتاعتنا اللي دايما بتتحرك في الحاجات دي. بس في ناس كتيره جدا منهم عضوياتهم سقطت، واللي ما مش فاكر، واللي شاف وضع الاسماعيلي صعب فيقول لك يا عم جدد ليه واعمل ايه. لكن الوضع اللي وصل للنادي، اللي ما وصلش في تاريخه مثلا مره ولا اتنين في حياه الاسماعيلي، ان الاسماعيلي ينزل ويطلع قرار من الدوله ان النادي ما ينزلش، خلى الناس كلها تنتبه. يعني الناس كلها بدات تنتبه للموضوع ده، فده اللي عمل الحاله اللي انت شفتها اللي انت بتحكي عليها. لكن في تاخير في ان الناس تكون موجوده، لان هو ده التكوين بتاعك، مش هيزيد عن كده. يعني هو ده الوضع بتاعك، ال 1500 ال 1200 ال 1300. لو زادت المساله شويه وجم اي فصيل من الفصائل اللي هم بيقولوا عليهم وجاب كميات، يقول لك بس ده كميات. طب يا عم ارجع لورا، ارجع بضهري لورا يا عم، وانزل انت كمل بنفسك عشان الدنيا تمشي. خلينا نبقى برضو نقول ان في ايجابيه، لا، ان الموقف اللي حصل في حد ذاته ايجابي. ان احنا لاول مره نقف على اختلاف الطوائف، الاتفاقين مختلفين على اشخاص متفقين عليهم، كلنا عندنا هدف واحد، ان الدنيا تتحسن في النادي الاسماعيلي، وان المجلس الاداره ده مش قادر يحقق لهم طموحهم. ده حاجه كويسه جدا، دي نقطه ايجابيه جدا. خد بالك النقطه الايجابيه دي
اللي احنا عايزين نقولها للجمهور، اللي تطمن الجمهور ان الدوله مش هتسيب النادي. يعني النقطه دي تحديدا تطمن الجمهور قوي ان استحاله الدوله هتسيب النادي. ده امن قومي، الاسماعيلي ده امن قومي بالنسبه لي. طب بس يعني برضو بعد ما نجحوا في تجميع 1500 استماره دخلنا في مساله الجمعيه العموميه. خلاص بقى هنشيل مجلس الاداره. شفنا اسامي كبيره، الكابتن علي غيط، شفنا كابتن حسني عبد ربه كان موجود، شفنا اسامي يعني مع حفظ الالقاب للجميع طبعا، محمد شيحه وجمال هيلتون وسميه صفوت، وشفنا الاستاذ محمد جمال نزل سحب الثقه من مجلس الاداره، الاستاذ عاطف زايد عضو مجلس الاداره السابق بتاع يحيى الكومي نزل وانا شفته هناك عند الاستاد. قيل ان ناس كتيره برضو من رجال عثمانيين كانوا موجودين. مكتب النائب احمد عثمان كان فيه منه ناس برضو نزلوا ومن عند برضو المهندس ابراهيم ومهندس محمود، كان عثمانيين ظهروا في الوقت ده يعني في مساله سحب الثقه. كل الاسامي دي يعني انا عايز اقول فشلت ان هي تجمع 2000 صوت يشيلوا بيها مجلس الاداره. ده انت بتتكلم على الجمعيه الاولانيه. الجمعيه الاولانيه اللي هي المفروض خلاص نسحب الثقه من مجلس الاداره نشيله خلاص عشان نجيب مجلس تاني. اسامي كبيره جدا تدخلت في الموضوع وتصريحات وقربنا ووصلنا وكانوا واقفين قدام الاستاد ويلا بينا. لكن في النهايه فشل. 1580 تقريبا الرقم اللي كان موجود، وكانوا عايزين 2000 صوت من جمعيه عموميه فيها اكتر من 5000. سبب الفشل ايه؟ ما هو خد بالك، ما زي ما انا قلت لك، هي المشكله ان انت النهارده ال 5000 اللي انت بتتكلم عليهم دول انت فيهم مثلا 3-4000 ما تعرفهمش. يعني دي معموله من الاعضاء اللي موجودين وممكن يكونوا داخل مجلس الاداره نفسه. فهو متحكم في جزء كبير جدا ما ينزلش. يعني خليني اكون موضوعي اكتر، هو المهندس نصر أبو الحسن ملوش اعضاء في ابو صوير وملوش كميه اعضاء هو مسيطر عليها؟ لا عنده طبعا. النائب بتاعه اللي هو الراجل اللي بيقول لك الكرسي احنا اكبر من الكرسي، ولا الكرسي ما اعرفش اسمه ايه، الاستاذ فرج عمران مع حفظ الالقاب يعني. ما عندوش كتله هناك، كتله تصويتيه في ال 5000 دول في الانطار عنده كتل. فالكتل دي لما ما تنزلش هيبقى العدد اللي باقي العدد الناس اللي هي اخده الشكل ده. الناس اللي اخده الشكل ده، الناس اللي هي عايزه تغير، هي اللي هتبقى موجوده في الصوت. طب هل في اسماء يعني خليني برضو اقول لحضرتك على حاجه، كان في تسريب صوتي كده او مش عارف يعني ده كان ايه بالظبط، هل هو تسريب يعني ولا هم كانوا عارفين ان حاجه زي كده هتنزل؟ الباشمهندس نصر ابو الحسن والدكتور عبد المنعم عماره. الاول اللي انا عايز اقوله ان في ناس ممكن تكون ما بتساعدش النادي بسبب مجلس الاداره الحالي. خلاص في جمله كانت اتقالت في التسريب الصوتي ده ان الدكتور عبد المنعم عماره بيقول ان ما انتوا عندكم فرج عمران اللي انتخبتوه بتاع الانطاره وسبتوا ابن اسماعيليه اللي هو اشرف عماره. لان هو اشرف كان المفترض ان هو من ضمن الناس اللي كان مرشح نفسه على نائب رئيس. بالظبط كده. وهو على فكره الدكتور عبد المنعم عماره كان متحمس للمجلس ده، لان هو كان حاول يعمل تشكيله على اساس التشكيله دي لو نجحت هيبقى في بينها انسجام. كان في يعني تصريح كان اتقال انه من الدكتور عبد المنعم عماره: تلقينا اتصالا هاتفيا من احدى شركات الاستثمار السعودي وترغب في الاستثمار في الاسماعيلي بدايه من الموسم المقبل. ده تصريح قيل من، وكان معروف ان الدكتور عبد المنعم عماره كان بيقول ان في ناس هتستثمر في النادي وشركه سعوديه وفتحت حساب في احدى البنوك المصريه. في النهايه فشل الموضوع. في النهايه قلنا ان السبب مجلس الاداره وتعنت مجلس الاداره. مجلس الاداره بيقول لا مش تعنت مني ولا حاجه، ده هو بس يعني بيدي مبررات. ما هو غياب المعلومه هنا، انت ما انتش عارف المعلومه فين. يعني انت تصدق هنا ولا تكذب هنا، ولا تكذب هنا ولا تصدق هنا. هنا الدكتور عبد المنعم عماره بيقول ان انا جبت الناس والناس قعدوا مع المحافظ وطلبوا 1 2 3 4. 1 2 3 4 دول قالوا ان مجلس الاداره ما قدمهاش. منهم مثلا حسابات النادي، الحاجات اللي النادي يملكها، كل قال لك لا ما قدموش كده وما تعاونوش معانا. تاني من الناحيه الثانيه نصر أبو الحسن مع حفظ الالقاب بيقول لك لا انا ما حدش كلمني وما حدش جالي. غياب المعلومه. وفي حاجه برضو غريبه يعني، حتى برضو انا حاسس ان الضبابيه دي ان الناس مش فاهمه بسبب برضو مجلس الاداره. يعني معلش موضوع النادي الاجتماعي، ان الباشمهندس نصر أبو الحسن في نفس التسريب الصوت اللي انا قلت لحضرتك عليه كان بيقول صراحه ان الشركه اللي واخده النادي الاجتماعي قالت سلمت المشروع بس لقينا ان في تعديلات فقلنا لهم على التعديلات هتتعمل بعد 3 شهور. الكلام ده كان قبل رمضان. رمضان كان في شهر 3. فده كلام منه ان احنا بعد 3 شهور والشباب والرياضه وافقوا خلاص وغيرنا الجواب مش عارف ايه وعملنا وسوينا. فين النادي الاجتماعي بتاع الاسماعيلي؟ ما هو النادي دلوقتي ما عادش ليه صاحب. ما عادش فيه قوه. يعني خد بالك النهارده انت بتيجي تتكلم على النادي المصري بتتكلم على مين؟ كامل ابو علي. قوه كامل ابو علي في الدوله ايه؟
كبيرة جدا طبعا. انت ما عادش عندك الكلام ده موجود في النادي في الاسماعيلي. الانديه الشعبيه تحتاج لهذه القوه والنفوذ والسيطره. بس انا مستغرب استاذ هشام، اسامي كبيره مبتعده. ما انا عايز اقول لك العثمانيين دلوقتي خليني اقول لك ليه. النهارده انت شوف وضع النادي المصري ووضع نادي الاتحاد على اعتبار ان دول الانديه الشعبيه. تمام. في حد بيتقطع من رؤساء مجلس الاداره حتى لو المجلس حصل له اللي حصل له؟ في حد بيتشتم بابوه وامه؟ في حد بيتبهدل؟ في محافظه من المحافظات عامله 1,500,000 صفحه يا راجل. ده احنا عندنا كميه صفحات. بقول لك بيقوموا من النوم الصبح 2 مع بعض، يلا نعمل صفحه نشتم في الاسماعيلي، نشتم في فلان، نشتم في مجلس الاداره. تعال انت اتكلم كده. لو ما لقوش اي حاجه، لو ما لقوش اي حاجه يدور لك على قضيه اخلاقيه، ما لقوش اي حاجه يدور لك مش عارف ايه، اصل ده عامل كذا. اي حد يقرب هيخاف. هو انت داخل تتهن ولا داخل عشان الناس تفهم الوضع بتاعك ايه؟ يا جماعه احنا في وضع صعب. انت دلوقتي فقدت الى حد كبير القوة التي يعني تخلي كل الناس اللي حواليك تخاف منك وتقلق منك. احنا بقول لك انا في مجلس إدارة، وانا ما كنتش بحب الكلام ده، في ايام مجلس إدارة ابراهيم عثمان من سنين، حسني عبد ربه كان لاعب في المنتخب، خد عربيته وراح نزله من هناك ولعب الماتش في الاسماعيلي، والدنيا اتقلبت في اتحاد الكرة ولا كان سائل، لان ده قوة الاسماعيلي، ده قوة النادي. الدكتور اسماعيل عثمان لما كان موجود، انت بتتكلم في المقاولين العرب. المقاولين العرب كان ليها دعم اجباري للنادي الاسماعيلي. النهارده ما تيجي نفضفض الموضوع شويه. يعني هيئه قناه السويس بتعمل ايه؟ يعني هيئه قناه السويس عندها فريق اولا مش عايز يطلع، وعندها فريق في الاسماعيلي هبط قبل كده. طب انتوا ليه مش حاطين ايديكم معاهم؟ ليه ما بتعملوش نسبه للفرق دي؟ ليه ما بتطلعلوش استثمارات ليها؟ ليه ما بتجيبوش شركه من شركات الاستثمار وتاخد الناديين تديرهم؟ ليه ما بتفكروش بره الصندوق؟ مين اللي يعمل الكلام ده يا استاذ محمد؟ اللي يعمل الكلام ده لما يبقى عندك قوه عقليه وسياسيه ونفوذ موجود في الاسماعيليه. احنا احسن ناس نخلص على اي حد. اي حد هيطلع يقرب من النادي يقول لك يا عم طب انا عشان ايه؟ السلام عليكم شكرا، ويروح يقعد في بيته، هيتهان ويتعمل فيه اللي ما يتعمل. صحيح. حتى لو انت متفق، لان في اسامي كبيره. يعني انا بتكلم في اسامي، معلش برضه عايز اقول لحضرتك اسامي اللي بيتكلم في العثمانيين مثلا في تخوف كبير، او هم مش عاوزين يرجعوا من المشكله الاخيره. الدكتور عبد المنعم عماره، اتكلم في النائب محمد موسى، كلهم في اسماء كبيره جدا. الناس دي لو اتجمعت في حد ذاتها دي كارثه. يعني معلش نقطه سريعه يعني على ذكر اللي حضرتك بتقوله، مئويه النادي الاسماعيلي. انا يعني كان في معلومه قيلت يعني انه طلب من العثمانيين ان هم يعملوا المئويه، يتكفلوا بموضوع المئويه عشان يعملوا احتفاليه كبيره. طلب من النائب محمد موسى ان هم يعمل اللي هو المئويه دي والحفله. مين اللي طلب؟ يعني كل مجلس الاداره هو اللي عرض على كل الناس. عرض على مين وعرض فين؟ يعني هو دي بتتعرض في الغرف المغلقه. هي عرضت في الغرف المغلقه. يعني انا عندي معلومه ان هي عرضت في الغرف المغلقه ووضع النادي كذا. ولو انا بقول لك اي حد هيقرب من النادي هيتهان. اي حد هيتقرب من النادي هيتهان. النهارده كله فعلا رافض طبعا. ليه؟ لان انا النهارده هنزل عشان خاطر انا كقوه سياسيه وكقوه نفوذ وقوه مال، حتى لو مش هعمل اي حاجه للنادي لكن عشان اكون هنا موجود هيتهان. مين يرضى على نفسه الكلام ده؟ النهارده انت يعني انا مش قادر اتخيل ان يبقى عندنا هيئه قناه السويس، الاداره بتاعت هيئه قناه السويس مع كامل احترامي ليهم اللي مسيطرين على 3/4 يعني الانديه والحياه في الاسماعيليه. يعني وانا بقولها بشكل صريح اهو، يعني هم يملكوا 3/4 الحاجات في الاسماعيليه. يعني احنا نقدر نخش زي الضيوف، يعني زينا زي الضيوف اللي بتيجي من بره بمستشفياتهم بحالتهم بغنوجهم بسلطاتهم، وعندهم نادي مش عارف يطلع بقاله 20 سنه ولا 40 سنه والكهرباء طلعت اللي لسه طالعه اول امبارح. طيب وعندك فريق زي النادي الاسماعيلي، يا اخي ما تجيب شركه استثمار، ما تدور على شركه استثماريه يا جماعه من الشركات اللي بتيجي عشان خاطر تدير حاجات في قناه السويس وتاخد استثمارات وتعمل في الانطره غير. اطرحوا لهم فكره ان احنا عندنا نشاط رياضي وفرقتين كبار. ممكن يكون بيفكر ان انا عندي نادي بتاعي فالاستثمار ده اجيب له النادي بتاعي. يا سيدي هو الاسماعيلي ما هو ده كتله شعبيه من القلب الاسماعيليه، من قلب مدن القناه، ده اساس من قلب مدن القناه. هو اصلا ما عملوهاش مع القناه عشان يعملوها مع الاسماعيلي. لكن النهارده انت لازم تفكر بره الصندوق وتفكر بعقل عشان تريح الجماهير. فكره ان رجل اعمال يجي يدير النادي تاني ويدفع فلوس ويعمل مش هتحصل، عشان بس نتكلم من الاخر. لكن فكره ان احنا يبقى عندنا قوه تدافع عن النادي الاسماعيلي هو ده اللي لازم ندور عليه. القوه دي هي اللي هتخلق لك مناخ الاستثمار، هي اللي هتخلي قناه السويس تحط ايديها مع النادي عشان يقدروا يعملوا تفكير بره الصندوق. انت ليه جايب استثمار من بره وشركات من بره وشركه سعوديه وشركه هنديه؟ هو ازاي يعني الصوره الذهنيه عند الناس ان انا لما اقول الشركه السعوديه فلوس بقى صورة تركي الشيخ مع بيراميدز هيجيب لي بقى كل سنه يجيب لي 20 فكره غير الفكره. لانه هو لما اشترى المقصه ما كانش نادي شعبي،
انت بتتكلم على نادي شعبي ليه لوائح وليه قوانين يعني اسيوطي ما يعني كان يعني وضع مختلف يعني. لكن النهارده انت عندك قوه كبيره جدا في البلد، وعندك رؤوس اموال قويه ورؤوس نفوذ قويه وشخصيات قويه. انت استغلتهم؟ لا ما استغلتهمش. طب تعالى كده اقعد. الدكتور عبد المنعم عماره لما فكر انه يعمل الكلام ده ايا كان تتفق او تختلف معاه، الراجل اتبهدل ولا ما اتبهدلش؟ اتبهدل. ويعني طب كتير هو جدا يعني في الغرف المغلقه برضو كان يقال ان ده هو بيحاول يرجع تاني للنادي يعني وبيحاول ان هو يعني شفت برضو الفكره يعني هو الراجل يعني بقول لك اللي قيل ده مش كلام يعني هو الدكتور عبد المنعم عماره بعد ما وصل من هذا السن من العمر وبعد ما هذه المناصب، اخر حاجه وزير الشباب والرياضه، والراجل يعني يبقى كتير جدا في الدوله. احنا طبعا في نادي الاسماعيلي يعني الناس الاسماعيلي برضه هو يعني هيعملوا العثمانيين نفس الموضوع، هيعملوا لهم ايه يعني؟ هيضيف ايه يعني؟ النادي الاسماعيلي كتله وهو اللي صنع الناس دي، وهنرجع بقى نتكلم نقوله وهم اللي صنعوا. ماشي يا عم، كل الكلام ده جميل، الدنيا بتتغير، ما تقعدش بقى تتكلم في كلام بقى له 40 سنه خلاص تاهت. انت عندك دلوقتي الناس دي تستخدمها فان انت يبقى عندك في شكل استثماري، وعندك هيئه قناه السويس كل يومين 3 بتعمل مشروع عن شركات استثماريه بتيجي من بره بتعمل في الانطره مشروع مش عارف ايه ومشروع مش عارف ايه، وعندك ارض ايه ما تستخدم الكلام ده، ما تجيب فرقه من بره استثماريه تشتغل على الناديين وتشتغل على الكهرباء وتشتغل على انديه الاسماعيليه. يا اخي اعمل مناخ استثماري لل3 انديه، بس لما يبقى في ناس عندها القدره انها تخش تتكلم مع ده. لكن النهارده انت عندك مين اللي بيقرب من النادي بيتهان؟ اللي بيحاول يقرب من النادي بيتهان باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان احنا طالقين بعض في الاسماعيليه على بعض، احنا ما فيش بينا توافق، احنا طالقين بعض على بعض. ده انت في عز ما الناس كانت بتنزل راح الجمعيه العموميه يطلع واحد يقول لك ايه ده بيخشوا من الباب ده ويطلعوا من الباب الثاني من غير ما ينتخبوا. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ احنا وصلنا لهذه المرحله يعني. هو مضطر يعني؟ هو انا رايح مثلا غصب عني الفصل فلازم امضي، ولا المدرسه المس هتشوفني فاهرب من ايه الكلام ده؟ مش طبعا يعني احنا وقفنا وشفنا يعني كلام مش منطقي. ما ده يخلي الناس تعمل ايه بقى؟ طب انا لو رايح بعد كده لا يا طب وانا اوجع دماغي ليه يا عم؟ وانا هتشتم؟ انا ابهدل نفسي ليه؟ احنا محتاجين توافق. التوافق ده لازم يصنعه حد ويعمله. انا من رايي الشخصي بقى عشان نريح الناس ونريح الجماهير، ده دور محافظ الاسماعيليه. انت دورك كمحافظ الاسماعيليه، انت دلوقتي كبير العائله في الاسماعيليه، انت دورك انك تجيب الناس الكبيره دي وتعمل لجنه حكماء لإدارة ملف استثمار النادي الإسماعيلي، وتخشوا على رئيس الهيئة وتتكلموا معاه، وتخشوا على رئيس اللجنة يعني الاقتصادية اللي موجود في العين السخنة اللي عمال يجيب في شركات قد كده، ونجيب شركات استثمارية ونستغل القانون الجديد. والوزير على فكرة من الناس المتفاهمة جدا ممكن تشتغل. وتعالى يا سيدي هات شركة استثمارية تاخد النادي الاجتماعي ده حق انتفاع 20 سنة 10 سنين تعمل فيه اللي هي عايزاه وتديك مبلغ وتشتغل وتتعمل موهوبين وخلينا نقول ان احنا هنستحمل 5 سنين. يعني خلينا نقول ان احنا عندنا مشروع بشاير، يعني هيبان بشاير في الموضوع، فالناس عندنا مشروع. اي صحيح. مشروع انت هتشوفه من الجماهير دي هتستحمل، هيبقى عندك مشروع تشتغل عليه. هو ده الفكر المنطقي اللي ينجح اي حاجه. غير كده هنفضل بقى في الحدوته اللي احنا شغالين فيها، ونبيع الكنزات ونبيع الازايز وعلى الله حالنا يعني. على الله حالنا صحيح. عايز اسالك برضو سؤال يعني طرق في ذهني دلوقتي واحنا بنتكلم عن اسامي برضو انا شايف ان هي مفيش كلام عليها قوي، لان هو ممكن يكون مختفي قوي في مسألة الرياضة. كان ليه اسمه في المسألة وموضوع الإسماعيلي، ثم اختفوا مرة أخرى. النائب حماد موسى لا في أي كلام إن مثلا في هو عنده نية لشيء. إن هو على فكرة النائب حماد موسى كان في المجلس بتاع نصر أبو الحسن اللي كان قبل كده، وكان النائب بتاعه، وعلى فكرة كان دافع أكتر من 9 مليون جنيه في وقتها عشان خاطر الدوري واتشتم. طب هو يعني يجي تاني ليه؟ ما خلاص انا كده فهمت الاجابه. هو يعني يخاف ان هو يرجع تاني لان برضه النادي ما انا بقول لك اهو يعني انت النهارده خاصه ان هو يعني عضو مجلس شيوخ انت راجل في وضع معين ووضع كويس وعندك اسرتك وعندك بيتك ووضع مالك اقتصادي كويس ووضع كويس في المجتمع. انا اروح اتهان ليه يعني؟ احنا هنا عندنا المشكله، احنا مش عارفين نتوافق مع ده يا باشا. ده في ناس بتطلع بفلوس عشان تشتم ناس، وفي صفحات بتتعمل عشان تعمل ناس. احنا سيبنا كل الكلام ده يعني، احنا سيبنا كل الكلام ده وقاعدين ندور على الناس الكبيره مين اللي نشتم فيها ونعمل فيها. يا اخي جمعوا الكلام ده. واعتقد ان دي مسؤوليه المحافظ، وانا بقولها هو معاك
مره واثنين وثلاثه واربعه. يا سياده المحافظ الاسماعيليه، حضرتك مسؤول عن النادي الاسماعيلي، انت كبير العائله في الاسماعيليه الان. صحيح. جمع لجنه حكماء من كبار الناس اللي في اسماعيليه ورؤوس الاموال والناس الشخصيات الكبيره، ومش هيقولوا لك لا. واقعد اعمل معاهم فكره مشروع يكون مع بدخول هيئه قناه السويس اللي مش للاسماعيلي. موضوع بس لجنه الحكماء، للإسماعيلي انا يعني سمعت الموضوع ده قبل كده، وان في بعض الاسامي الكبيره في الاسماعيليه، مش هقول اسامي لان كان يعني الموضوع كان لسه يعني مش منتشر قوي، بس موضوع لجنه الحكماء يعني قيل انه فعلا المحافظ بدا وكان اختار اسامي، ويعني وعايز اقول ان في اسامي يعني كانوا عايزين من كل مركز في الاسماعيليه اسامي معينه. عايز اقول ان انا طرحت اسم بس برضو مش هقول مين يعني. لجنه الحكماء ليه اتاخر الموضوع برضو تفتكر؟ اقول لك انا ليه. لان واحد دخل مثلا عند المحافظ فقال له انا شايف من رايي ان المحافظ بيقول له يعني احنا حاطين هشام زكريا في لجنه الحكماء. قال له راجل هشام مين يا راجل؟ على سبيل المثال عنده يعني قضايا بره وعنده مشاكل بره وبتاع. وراح لف من الباب الناحيه الثانيه وسلم على هشام وبس وخده بالحضن. الراجل الثاني دخل قال له ايه رايك في كذا كذا؟ قال له ده مش نافع، ده سمعته زي الزفت. احنا مضيعين بعض في اسماعيليه يا جماعه، خلونا فاصبح ان في تخوف اعمل اللجنه يبقى في ضغط على الناس. احنا اللي عاملين في نفسنا كده. لكن لازم قرار جريء من المحافظ. لازم قرار جريء. في ناس في الاسماعيليه لا اختلاف عليهم، في ناس في اسماعيليه وما قلناش حد يجي يدير النادي. احنا قلنا عايزين نعمل لجنه من 3-4 كبار الناس في الاسماعيليه من الفكر والمناصب والنفوذ والقوه، اللي يبقى لهم قوه مع الدوله ويقدروا يبقى لهم كلمه، ومع هيئه قناه السويس عشان نعمل مشروع استثماري للناديين. ده اللي انا بقول عليه. صحيح. لكن احنا ما بنحبش بعض. احنا عمرنا ما بنحب. احنا عايز اقول لك، هو في قيادات في اسماعيليه؟ كل القيادات من بره اسماعيليه. ليه؟ هات كده قيادة من اسماعيليه وسيبها كده تقعد على مكتبها اسبوع ولا 10 ايام، هيطلع حرامي وهيطلع كذا وهيطلع كذا، وكلنا هنشتم فيه وكلنا وهيتعمل له صفحات. احنا ما بنحبش بعض. صحيح. احنا اكتر محافظه عندها مشاكل نفسيه، عشان كده تلاقي عندنا مشاكل الطلاق احنا رقم 1، عندنا مشاكل البطاله رقم 1، ما بنخشش انتخابات، ما بنروحش، ما بنعرفش نجيب قيادات، ومش عاجبنا ما بنجيبش قيادات. ويجي بعد كده يقول لك الله مين ده اللي جايبينه انتوا وحطوه، وانت عارف حد اصلا، وانت لقيت حد وما جبتش. ما احنا اللي عاملين ده، احنا اللي عاملين ده. تطلع من البرنامج وانا طالع بره من على الباب، يا اخي محمد ايه وبتاع ايه يا عم، ده برنامج مش عارف ايه. احنا ما بنحبش بعض. يا جماعه يعني خلوا في توافق نفسي وخلوا في توافق للمصلحه العامه. عارف احنا لو بصينا على المصلحه العامه بس مش مصالحنا الشخصيه واهوائنا، هتتنقل المحافظه دي في حته تانية. صحيح. بس صحيح. اخر حاجه يا استاذ هشام عايز ده كده ما بقتش ببساطه. احنا كده حاولنا نفكك المشاكل ونتكلم في النقطه الاهم، واحنا اعتقد ان احنا حطينا قضيه على النقطه الاهم. انا اعتقد الحلقه دي لو اتذاعت انا مش هعرف اطلع تاني. سافر بقى سافر كلنا مع بعض. اخر حاجه يا استاذ هشام يعني عايز اقول لحضرتك، لو قلت لحضرتك رتب لي رؤساء مجلس الاداره، يعني اختار لي كده مثلا اول 5 احسن 5 من وجهه نظرك الشخصيه طبعا. مين رقم 1، مين رقم 2، مين رقم 3، مين رقم 4، مين 5؟ عايزين نبدا من رقم 5. تدي مين رقم 5؟ انا مش هقول الاسماء بترتيب، لكن هقول لك انا شخصيا كهشام يعني ممكن اكون شويه انا عندي يعني عندي عنصريه قوي لولاد البلد. يعني ولاد بلدي انا عندي عنصريه ليهم شديده جدا. يعني ما يعني ما تقول مثلا العثمانيين، انا عندي عنصريه. دكتور عبد المنعم عماره عندي عنصريه. المهندس رأفت عبد العظيم ابن الاسماعيليه انا عندي عنصريه عليه. يعني في شخص الدكتور اسماعيل عثمان الله يرحمه عندي عنصريه شديده عليه، لانه كان احد الكفاءات التي لا تعوض لا في مصر ولا في الاسماعيليه. في ناس كده فلتات قدرت تعمل حاجات للنادي الاسماعيلي، وللاسف يعني هي دي الناس اللي حققت لك التارجت بتاع النادي اللي في وسط ظروفك ويتلائم مع وضعك. هي دي الناس اللي عملت كده. ومن بعد كده احنا ما شفناش النادي. يعني كده النادي اتخطف بعد كده. اتخطف ليه؟ لان احنا حتى فكره ان احنا اولاد البلد احنا ما بنتعاملش معاها. احنا دلوقتي مشغولين قوي بالسوشيال ميديا، من اول كبير لغايه الصغير، من اول رئيس النادي لغايه اصغر واحد. يا رئيس النادي ممكن يخش يرد على ناس واعلام ما فيش اعلام موجود، ويصوروا له الكراسي ما فيهاش مجلس اداره، يعني في لخبطه، وفي ناس فتحة على ولاد البلد بشكل كبير، وفي ناس هزمت ولاد البلد بشكل كبير. احنا بنجني سنين احنا دمرنا فيها نفسنا. لن يعود الاسماعيلي ولن تعود الاسماعيلية ولن يعود شكلنا الطبيعي الا اذا كنا بنخاف على بعض، بندعم بعض، كل واحد فينا بيدعم ابن بلده، لان ده واقع. يعني يا اخي اديله فرصه ينجح. يعني اشتغل مع انت بتقول انت كنت في منطقه رماديه، بعيدا عن ان انا بشتغل فين ولا بعمل فين، لانه اديله فرصه يشتغل. لكن لما وقع انا كنت موجود في الجمعيه العموميه،
يعني هو خلاص، ما انت ما عملت خلاص، انت ما عندكش حاجه تعملها، فانا موجود وانت مش شايفني ومش عارف ان انا موجود. لا انا موجود. ليه؟ مش لانك مش انا مش ضدك، لكن انا ضد فكره ان النادي يوصل للمرحله دي. هو ده يعني فكره الترتيب. انا مع اولاد البلد جدا، بس انا مش مع فكره ان يجي حد يمسك الاسماعيلي تاني بمجلس اداره. الفكره دي مش هتنجح وهنلف تاني نفس اللف. انا مع فكره ان لازم يكون هناك شركه استثماريه يكون رئيسها ويديرها محافظ الإسماعيلية بقيادات وحكماء الإسماعيلية مع هيئة قناة السويس. لازم تاخد الشكل ده، ما تقوليش تجيب لي حد من السعودية ولا هم اللي يجيبوا. شركات قناة السويس اللي تجيب، الهيئة الاقتصادية تجيب، ما هو ليها شغل عندك. دول ليهم شغل عندك وليهم شغل عندك، والإسماعيلية جزء منهم وجزء مهم هي إدارة هيئة قناة السويس. والمحافظ هو هنا رئيس الإقليم، يعني منصبه هو رئيس إقليم محافظات القناة. فلازم يبقى في شركة تطلع تدير المسألة دي. لازم نوصل لده ونعمل مشروع للنادي ياخد سنة ياخد 2 ياخد 3، لكن هيبقى عندنا بعد كده نادي محترم، نادي اجتماعي محترم، وضع محترم، عضويات محترمة، عضويات مش مسيسة لحد ولا حد بيروح يحط كذا ولا بكذا ونقعد نعيط بعد كده. هتبقى كل حاجة مختلفة، لكن بس نشتغل ومحافظ الإسماعيلية يشتغل في الحتة دي بالذات. استاذ هشام انا بشكرك جدا، حلقه قويه جدا يعني وحاجات متفجرات زي ما قلت في البدايه. يخليك. انا سعيد ان انا معاك جدا، وسعيد ان موجود مع الشباب، وربنا يوفقكم تجربه جميله وان شاء الله تحققوا نجاح، يعني مش في الرياضه بس، في كل المجالات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. عزيزي المشاهد، اتمنى نكون حاولنا نبسطها لك. موضوع شائك، موضوع كبير، بس زي ما قلنا لو عاوز فعلا تكون ايجابي مع النادي الاسماعيلي لازم فعلا تبقى على ارض الواقع، لازم تشارك، لازم يبقى عندك العضويه بتاعتك. بقول لكل الشباب عشان لما يبقى فعلا في جمعيه عموميه او في انتخابات تقول رايك بكل حريه وتختار مجلس اداره، وبعد كده ما ترجعش تقول وتعيط يعني وتقول مجلس الاداره خذلنا. شكرا جزيلا.